بغداد عشق التاريخ بعراقته، فيها كل المساجد والكنائس والفلسفات في أزقتها وأسوارها وأشجارها وأحجارها، تاريخ عتيق قائم وشاهد على الحضارة والماضي. هذا من ضمن كتاب الخيط الأبيض للكاتبة المقدسية الأستاذة خالدة غوشي. أهلا بك أستاذة خالدة، ويسعد صباحك وصباح الكلام الرائع الجميل والعراقة والتراث. يسعد صباحكم، شرفني كثير إني أنا موجودة عندكم الآن. اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. اكيد العراق تستحق كل هذا الكلام. يسعد صباحك. اكيد وجودك معنا كان تصبيحه جميله من حضرتك. طبعا احنا نبارك لك. يوم امس كان حفل اشهار الخيط الابيض بحضور متميز كان من قبل الدكتور جابر العواد من العراق، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي من مصر، والدكتور الكاتب سمير الجندي من فلسطين. خبريني أكثر عن أجواء يوم أمس، كيف كانت وكيف كان الحضور وكيف كان توقيعك وأثر هذا التوقيع على حضرتك؟ بقدر أول شيء بقدم شكر لاتحاد الكتاب في الأردن إنهم استضافونا في عندهم، والأدباء والكتاب. نعم، كان يوم مميز، وبشكر كل الحضور كمان، قراء اللي حضروا من مناطق بعيدة. نعم، كان يوم مميز، النقاش كان جميل جدا. كان في مفاجأة كمان لإلي بالحفل، إنه الأستاذ الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي تم عقد على مسلسل من 45 حلقة على روايتي. حلو. ومدينا العقد امبارح برضه في اتحاد الكتاب والأدباء. جميل. وكان قراري لأنه الإشي بالأردن، كان موجود بالأردن، وتمت هاي الفرحة إلي بالأردن. حبيت إنه كانت ردة فعل مباشرة، وأنا كتير سعيدة فيها، إنه 25% من نسبة أرباح نسبة المبلغ اللي أنا بعت فيه الرواية تكون لأطفال العراق وسوريا في عمان. رائع جدا. رائع جدا. الخيط الأبيض، هذا العنوان الرائع وهذا التصميم المميز. عم نشوف حمامة السلام البيضاء مع الخيط الأبيض موصولة مع وردة أو مع ريش، مش باين معي كثير. خبريني عن هذه الرواية وعن هذا العنوان وعن هذا التصميم. عم نشوف حمامة السلام مع الخيط الأبيض. أستاذة خالدة، بهنيكي بداية على اختيار هذا العنوان. شكرا كثير لك. أول إشي المزبوط الخيط الأبيض، أولا حتى نكتبه بالطريقة هاي كمان رفضنا إنه يكون خط من أي نوع من أنواع الخطوط في الكمبيوتر. إحنا جبنا حقيقي خيط أبيض وقصيناه وقطعناه على المصمم قصاي. قص الخيط بكلمة الخيط الأبيض، حطيناها على شاشة سوداء. والحمامة هي تم الحمامة، ولكن تحت مش وردة، هو ديل الحمامة. ديل الحمامة. يعني مهما لفينا ودرنا الأمة العربية، بيناتنا خيط ممنوع ينقطع من أوله لآخره. رائع. ممنوع ينقطع. إحنا أمة واحدة، مهما التعب ضدنا لازم نعرف إشي واحد، منلف وإحنا، ولازم نكون الخيط الأبيض فيه بالأمة العربية ناس موجودين، وما خليت الأمة العربية من الثوار ولا من الرجال، ولا خليات من الناس اللي بتحب الأوطان. تمام. واللي خلقوا هم إنسانيين بمعنى الكلمة. يعني الجميل فعلا أنه نحن حوالي نصف مليار عربي، لغة واحدة، ثقافة واحدة، تقاليد واحدة، ولكن للأسف بعض الأيادي الخارجية عم تحاول أن تفتك وتقطع هذا الخيط، لكن إن شاء الله ولن يقطع. وإذا إحنا بإذن الله الأمة العربية شوي مسكنا بهالخيط، مش ما حدا راح يقدر علينا. أنا يعني بوجه كلمة لكل الأمة العربية من مكاني هون من عندكم، إحنا أقوى من الجميع، بس علينا ما نسمع للي بده يلعب بيناتنا، وشوي ما نفكر في كراسينا كتير، نفكر في مصلحة شعبنا أكتر. برأيك ما الذي يجعل هذا الخيط الأبيض يسود؟ خلينا نقول الخيط الأبيض لا يسود، ولكن الخيط الأبيض طلع من كل السواد. لذلك انه انت حبيتي نعم، الخيط الابيض ولا مره بيسود، ولكن من السواد هناك خيط ابيض، من العتمه هناك نور. جميل جدا فعلا. برايك لما كتبتي هذه
الديوان وهذه ما تضمنه هذا الديوان، شو هي الصعوبات اللي لاقتك أنت ككاتبة وكإنسانة، وأيضا عم بتعيشي معاناتك أنت من فلسطين وأيضا معاناة البلدان العربية المجاورة؟ على الصعيد الشخصي أنا عانيت أكثر يعني معاناة نفسية بصراحة، لأني كثير تعبت فيها. نعم. على صعيد بفلسطين يعني بالقدس في ضغوطات تمت علي، انه اللي عم تكتبي شيء هذا جريء ما بيصير ينزل. شو اخترت العراق ليش؟ وانت عم تبي بالأمة العربية كلياتها بطريقة انت واضحة وصريحة. اخترتي سوريا، نعم، فلسطين. إذن ثلاث، اليمن، لبنان، ليبيا، كله. بس كانت الأولى دول منكوبة، بس الأولى الأساسية كانت بين العراق و أنت حاولتي تشجبي اللي بداخلك أنت كعربية وكقومية أيضا من خلال هذا الكتابات ومن خلال الحروف اللي أنت حاولتي تنطلقي فيها ما بين البلدان العربية. أنت خيطك كان ليس فقط هو خيط معين، وإنما خيط هو جامع للدول العربية جمعاء اللي هي. عشان هيك أنا حطيت الحمامة، حمامة السلام، لأن الحمامة بتلف وين ما كان. وإحنا مثل الطيور أصبح الشعب العربي وين ما كان مثل الطيور المهاجرة، ما عاد له مكان يركن عليه ولا يقعد. غردتي أنت كطير؟ كيف غردتي أنت كطير؟ أنا بصراحة المشكلة إنه لما كتبت عن العراق أنا حقيقة ما فيني أدخل الأوطان العربية كمقدسية، ما فيني للأسف. أنا ما فيني أدخل إلا بس الأردن ومصر يعني. هل كانت تغريداتك هي نوعا ما فيها تغريدة مجروحة مؤلمة؟ مش مجروحة، صرخة كانت. احنا كل واحد فينا حالة حزن، بس هل كانت مدونة في أذان من قرأ يوم أمس هذا الكتاب؟ للحقيقة نعم. تماما. نعم. طيب، وكمان هاي الرواية ترجمت للغة البلغارية. ممتاز. نعم. ممتاز. يعني قبل ما تصدر كانت مترجمة للغة البلغارية يوم الثقافة العالمية في بلغاريا 21/3. تماما. نعم. الخيط الأبيض هو كان تصور، يعني كونك ما زرتي بعض الدول العربية فهو كان بيتصور بالخيال. إلى أي مدى الخيال ساعدك لإنشاء هذه الرواية؟ ساعدني لأبعد حد، لدرجة اللي بيقرأ الرواية لا يصدق إني أنا ما عشت ببغداد أو ما تجولت في العراق وفي البصرة. صحيح. مش ممكن يصدقوا أدق التفاصيل، مش ممكن يصدقوا. صحيح. جميل جدا. في أحد الكتابات بهذه الرواية: نحن فاشلون في الحب ولكن مبدعون في الأحزان. صحيح. وفعلا نحن بنشوف الحزن بنعمل له سيناريو وحكاية، لكن الحب بيكون شيء هامشي، مع أنه نحن بأمس الحاجة إلى الحب. برأيك خلال هي العبارة اللي كتبتيها إلى كثير من الرسائل والأهداف، خبريني عن أبرز الرسائل اللي حبيتي توصيها للقارئ. أنا بصراحة بلشت فيها، هي عدة رسائل. تبدأ بالحب، من المحبة بقلب البيت للرؤساء، بين الدول، يعني من بين الأم وابنها، من الطفل وأمه، لا أكبر شخصية في العالم بين دولة ودولة، بالحب الغير مشروط، بالرقي الروحاني والحب الغير مشروط إحنا نتحد. نعم. الحب صنع المعجزات أكيد. صحيح. والحب أكيد هو العصا السحرية للحياة. الحب، ليش أنا بحكي الغير مشروط؟ هون في معنى كبير للغير مشروط. العشق الروحاني لربنا، إذا أنت بتعشق ربك من غير شروط ما بتستنى. يعني كتير في ناس ممكن تعشق الله لغاية معينة، لمصلحة لغاية معينة، بس ممكن تعشق الله يعني وتقول لك أنا ما بدي منه إشي، بس أنا بعشقه. مش ضروري أنا عشان أصلي لربنا نعم من وأنا أشكر الله عشان يحقق أنا بصلي له لأن أنا مؤمنة بوجوده. أنا بدي أحب الدولة العربية الثانية وأقف معها لأني أنا مؤمن إني لازم أكون حدها. نعم. مو عشان أخذ شيء ثاني. ولا تنهال المصائب على الشخص والمشاكل إنه لا يلجأ لذكر الله، في حين إنه لو إنه إحنا كنا في أتم الفرح وفي أتم السعادة ممكن إنه إحنا نشكر الله على هذه صحيح. السعادة. بالتالي هذا هو حبنا الإلهي. ولن أنسى أنني كبرت بأغلال كبلت يداي، لكنني نسيت أن كل الرسائل الخاصة بوطني لم يرسلها أحد. برأيك ليش لم ترسل جميع الرسائل؟ شو القيد؟ سؤال عميق في هاي الفقرة. أول أحد بيسألنا على هاي السؤال، لأني حقيقة هاي يمكن من الفقرات اللي كنت ببكي لما أنا كتبتها.
أنا كإنسانة فلسطينية نعم. وكامرأة عربية تعبت، وكل امرأة عربية تعبت، عم تتعب من اللي عم بيصير. يعني احنا عمالنا بندفع ثمن كثير، عم نفقد جيراننا، بنفقد اولادنا، بنفقد بيوتنا، ما حدا عم بسمعنا، ما حدا، احنا ما بدنا فلوس حدا يعطينا فلوس، ما بدنا حدا يحطنا في مخيمات، بيكفي. هاي كانت لها كثير معنى كبير عندي، منه قليل. جميل. أكيد إحساسك ومشاعرك تكون هي كافية جدا. نعم، ودموعك جدا غالية علينا. أكيد إنني عدت من الموت لأحيا وأحب. نعم. هل من الممكن أن نعود أو النهوض من بعد السقوط لكي نحيا ولكي نحب؟ نعم أكيد. كيف؟ بالقرآن الكريم في آية ما بحب أنا أحكيها أحسن أكون ملخبطة فيها، إنه الإنسان بعد ما يموت ويلاقي ربه يا ليتني عدت وغيرت، يعني يا ليتني قدمت لحياتي. نعم. نعم. شو بده يقدم بحياته؟ الحب الغير مشروط لله. جميل. الحب الغير مشروط لله. جميل. يعني عمل الخير، عمل الإنسانية، حتى يشعر إنه هو إنسان في هاي الحياة. ونعم كل إنسان فينا من الموت، من الدمار، من تحت الركام بيقدر ينهض ويحب. علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي وأمشي ثم أمشي وأقاوم. يعني ضربة الجلاد دايما موجعة ودايما مؤلمة، وخاصة إذا كان من ضمن الوطن ومن ضمن الأهل. برأيك ضربة الجلاد هل فعلا ممكن كما يقال في العامية الضربة التي لا تقتل تقوي؟ نعم، لأنه الجلاد لما بيضربنا ما بيضربنا على جسدنا، الجسد شيء مادي، بيضربنا بروحنا، والروح ما في شيء بيموتها، بالأساس ما في شيء بيموت الروح، الروح باقية. عشان هيك كتبتي السقوط من الطابق الأول يحدث أحيانا أضرارا أكثر من السقوط من الطابق الخامس. صحيح. ليه؟ ممكن الخامس يموت لكن الأول بيتشوه؟ لا، يمكن من الأول يوقع على ودنه أو منطقة حساسة ويموت، لأن الضربة تكون على الصميم. ويمكن من العاشر ما يموت. عارف ليه؟ لأنه من العاشر ممكن كان وهو بيوقع من العاشر عنده إرادة للبقاء، كان بحب حياته ومتشبث بحياته، ومتشبث إنه لسه في له رسالة في هاي الدنيا، عشان هيك ما بموت. جميل جدا. ستمارسين بمحيطك الطفولة والمراهقة والشيخوخة. أنا ابنة القدس العريقة، العشق فيها مغازلة في الأزقة العتيقة. نعم. هون ورد بتحكي لسعد من العراق، ورد المقدسية بتحكي لسعد من العراق أنها ستمارس مراهقتها، طفولتها، مراهقتها، شيخوختها. إذن هي لم تجد الطفولة إلا مع هذا الحبيب، ولم تجد المراهقة إلا معه، وبدها تكمل شيخوختها. ونرجع واسم نحكي بغداد، القدس وبغداد هم مع بعضهم، هم الطفولة والمراهقة والشيخوخة للأبد، هم بلدين، العراق وفلسطين. يعني إذا جينا قلنا أول الخيط بتم الحمامة وآخر الخيط بدل العراق، لازم الكل يفهم شو معنى هاي الكلمة وشو اللي عم بيصير بالدول العربية، ليش ضربوا فلسطين وليش ضربوا العراق. بغداد والقدس هي أشبه بإعدام المظلوم من غير ما يسمعوا إفادته. صحيح. بالفعل. جديدك من بعد هذا الكتاب خالدة إيش هو؟ شو أفكارك؟ إيش الأعمال؟ إيش هي أنشطتك من بعد النشاط اللي إحنا حضرناه يوم أمس وهالاحتفالية الجميلة والحضور الرائع أكيد المشرف لهذه الرواية؟ حبيبتي، أنا حاليا بعد الرواية هاي راح يكون عندي فترة أشهر لقدام لحد بعد رمضان اللي هي مناقشة حولها وبالسفارات الفلسطينية برا ودعاء للجاليات العربية. وراح نشتغل على المسلسل الجديد كمان مع السيناريست. جميل. تمام. بس للحقيقة ما بقدر أحكي إيش اللي بدي أكتبه المرة الجاي، لأنه تعودت إني أرتقي بالكتابة أكتر، يعني لحتى تحافظي على نجاحك وجمهورك. أنا بكتب للإنسان. نعم. أنا خلقت إنساني وسأكتب للإنسان وسأبقى أكتب للإنسان وهذا واضح جدا من خلال كتاباتك الوجدانية العاطفية القومية. أنا بدي هنيكي على هذا التأليف الرائع، بدي هنيكي على اختيار الكلمات اللي فعلا عم تلامس وجدان المرأة والرجل في آن واحد. أنا بدي هنيكي وبدي أختم هذا اللقاء. أصبحت أخاف من الجميع إلا هو، لكنه خذلني قبل أن أخبره.
شكرا لك، جميل. شكرا لوجودك معنا. انت شكراً. مبدعه بحق شكراً مبدعه، كثير هنيئا لكم. لنا بك الكاتبه المقدسيه الاستاذه خالده غوشه. شكرا لك، نهارك سعيد ان شاء الله. شكرا. نهارك سعيد وكل التوفيق بإذن الله تعالى في رواياتك المقبلة. نورتينا. شكراً. أهلا وسهلا فيك. نأخذكم الآن مشاهدينا إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا إلى إمارة دبي، ومصممو أزياء من مختلف أنحاء الشرق الأوسط يشاركون بعرض متميز من الفاشن شو نتعرف عليه أكثر، والزميلة سعاد الشمري.